السلام عليكم. تفتكر ايه علاقة الأهرامات بالحجامة؟ وعشان تفهم ايه العلاقة بينهم تعالى كده اخدك في رحلة استكشافية ممتعة، فجهز يلا حاجة تشربها وتعالى ورايا عشان هنعطش كتير في الطريق. مبدئيا كده في شوية حاجات لازم نبقى متفقين عليها عشان نبدأ الرحلة دي. أول حاجة هي عظمة ودقة وإتقان الحضارة المصرية القديمة وتقدمها في كل المجالات، ومش أي تقدم كده وخلاص، ده تقدم مرعب بكل المقاييس. وعشان نستشهد على الكلام ده هقدم لكم شوية أمثلة، بعض الأمثلة على سبيل المثال، ده الحصر لشوية حاجات من اللي هم كانوا متقدمين فيها ومحيرة العلماء حتى وقتنا هذا، ومش لاقيين اي تفسير ليها رغم انهم سابقنا وسابقين التقدم بتاعنا بالاف السنين. اول حاجه زي ما ذكرنا هي الاهرامات، وخصوصا الهرم الاكبر، ده لانه احد عجائب الدنيا السبع القديمه، هو الوحيد المتبقي منهم حتى يومنا هذا. ولو انت رحت قبل كده الاهرامات فانت عارف ان حجمها اللي احنا بنشوفه في الصور دوت وضخامتها في الحقيقه اكبر بكتير، والصور مش بتديله حق، ولا عن دقه البنيان والزوايا القائمه اللي ما فيهاش غلطه 90 درجه بالشعره، لا تزيد ثانيه ولا تقل ثانيه. فلو انت شايف ان ديت حاجات عادي يعني وفين الانبهار، اقول لك انا فين الانبهار. هقول لك ان رغم التقدم الصناعي والتكنولوجي الفظيع اللي عندنا وكل التقنيات الحديثه اللي عندنا، احنا ما نقدرش نعمل اللي هم عملوه ده، ولا حتى عرفنا هم عملوا كل ده ازاي. وهنا انا مش قصدي في مجال العماره والبنيان بس، خد عندك عمارة وفلك وهندسة وكيمياء وفيزياء وطب، علم نباتات وأعشاب وإلى آخره. والشيء بالشيء يذكر كمان سر التحنيط، المواد اللي كانوا بيستخدموها في التحنيط وإن هم يحافظوا على الجثث حتى من إن هي تتحلل، ده برضه في علم الكيمياء وفي علم النباتات. حاجات كتيرة، التقدم عندهم كان فظيع جدا يعني بالواقع وباللي احنا شايفينه، وفي أبحاث كتيرة جدا اتعملت عليه إن الناس دي توصلوا لتكنولوجيا مرعبة ومتطورة عنا بكتير جدا. طيب نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه، إيه علاقة الأهرامات بالحجام؟ اقول لك يا سيدي ان الاصل واحد، بمعنى ان الناس اللي كان عندهم تطور جامد دول في الطب والتشريح هم نفسهم اللي كانوا بيستخدموا الحجامه في التداوي والعلاج. يجي حد تاني دلوقتي يقول لي ايه ده يا عم خالد، هي الحجامه مش سنه ولا ايه؟ مش هم اخترعوها على ايام النبي اصلا؟ اقول لك يا صديقي ان دي معلومه مغلوطه منتشره زي النار في الهشيم. هنلغي اي كلام دلوقتي في الدين، انا عايز اخاطب الناس بس ايه بالمنطق دلوقتي، زي ما هم عايزين يتكلموا بالمنطق ويخلوا الدين على جنب، وباذن الله نتكلم بالناحيه الدينيه والعلميه والعمليه ونربط كل حاجه باذن الله في الجزء الثاني. تمام. خلينا دلوقتي في عصر قدماء المصريين، لان اصلا الحجامه هم اللي كانوا القدماء بيستخدموها، ومن اكبر الادله على ان هم كانوا بيستخدموها هو وجود رسوم جداريه مصريه قديمه في معابد زي كوم امبو في جنوب مصر، بالتحديد في اسوان، وكان عليه نقوش برسومات لادوات طبيه قديمه، ومنها كاسات الحجامه اللي هي كانت اكواب، وفي برضو برديات طبيه زي برديه ايبرس الشهيره، واللي لقوا فيها اشارات لممارسات طبيه قد تكون مرتبطه بالحجامه. بمعنى ان النصوص دي كانت بتتكلم عن طرق علاج متعدده كان بيستخدموها قدماء المصريين، تشمل فكره التخلص من الدم الفاسد، وهنرجع لفكره الدم الفاسد دي في فيديو تاني ان شاء الله، وهنعرف اذا كان الدم اللي بيخرج ده دم فاسد فعلا ولا لا. فبعد ما نجمع كل الحاجات دي كده ونربطها ببعضها، هنكتشف ان احنا اصلا الحجامه ديت المفروض ما يبقاش اسمها الطب البديل، ما تبقاش من الطب البديل، بل هي اصلا الطب الاصيل. فلو انت عندك اي شك في عظمة وتقدم ودقة وإتقان الحضارة المصرية القديمة، فأنت محتاج تراجع نفسك. ولو أنت ما عندكش شك في كده فمحتاج تغير نظرتك شوية عن الحجامة، تراجع نفسك في الكلام ده. ولو تلاحظ إن أنا ما ذكرتش أي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ربطت الموضوع بالدين نهائي في الفيديو ده، وده لسبب واحد، وهو إن الخطاب يكون عمومي لأي حد يقدر يسمعه ويقدر يفهمه ويقدر يوصل له بكل سهولة، وكمان عشان ما يتمش تضليلك سواء بشكل متعمد أو غير متعمد بواسطة الناس اللي تيجي تقول لك لا كلمني باسلوب علمي، كلمني منظور علمي، هات لي ادله علميه، هات لي ابحاث، هات لي مش عارف ايه، وما تدخليش الدين في الطب وانتوا جهله والكلام ده. ولو حضرتك كنت واحد منهم محتاج تراجع نفسك تاني. وباذن الله في الفيديو الجاي هنتكلم بمنظور علمي ديني، بحيث نربط الدين بالعلم بالتاريخ بالفيديو ده بالحجامه، كل دول كده مع بعضهم ان شاء الله. ده هو ده اللي احنا بنحاول نربطه ببعضيه، بحيث ان يبقى كل حاجه منطقيه وما تسيبش لعقلك حجه ان هو يضحك عليك. وطالما انت وصلت لحد هنا فده معناه ان الموضوع شد انتباهك ومهتم بيه شويه، فانصحك دلوقتي تتابعني، تعمل لايك للفيديو دوت عشان ان شاء الله باذن الله يوصلك الفيديو الجاي. وباذن الله لو انت دلوقتي بتتفرج عليه وهو نزل اصلا، في الغالب هتلاقيه في اول تعليق او هتلاقيه في وصف الفيديو. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حاجة أخيرة نسيت أقولها قبل ما في الفيديو، وهي لو عندك أي استفسار أو أي أسئلة أو أي مخاوف بالنسبة للحجامة أو عنها أو حواليها، متنساش تكتبها لي تحت في التعليقات، وبإذن الله أنا بقرأ كل التعليقات إن شاء الله، وهتلاقي في رد عليها بإذن الله في أقرب وقت.